السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض كيك البرتقال في الخلاط بطريقة سهلة ومختصرة ومن غير كركبة كتير، وفي دقايق هتحضريها. وهنعمل كمان معاها صوص حلو جدا هيودي الطعم في حتة تانية. تابعوا كل الخطوات والتفاصيل عشان تطلع معاكم النتيجة زي ما انتوا شايفينها كده، كيك فاتحة وهشة وطرية وبجد طعمها تحفة. تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوه لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. اول حاجه هجهزها هي عصير البرتقال اللي هعمل بيه الكيك والصوص. هجيب برتقانية كبيرة تبقى ملو كف ايدي كده، مكنش ضخمة قوي ولا وسط، وهغسلها كويس جدا واقشرها واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهاخد نص القشرة بتاعتها ابشرها او اقطعها قطع صغيرة. لازم القشر يتبشر معايا او اقطعه عشان يختلط كويس في الخلاط، وما يسيبليش قطعة كبيرة تضايقني بعد ما الكيك تخلص والاقيها بتمضغ معايا. هنا خلطتهم كويس جدا، هاخد بقى نص كوباية من الخليط ده هعمل بيها الصوص بتاعي. للصوص لازم اصفي عصير البرتقال، هصفيه تماما، مش هخلي فاضل بس كده في المصفى غير القشر. واحط عليه معلقة من السكر وهرفعه على النار، ولازم ابدأ ان انا اعمل الصوص على طول، لاني لو سبت العصير ده لحد ما اخلط الكيك العصير هيمرر معايا وهيبقى الصوص بتاعي ممرر ومش حلو. هنا حطيته على نار متوسطة لحد ما السوائل بتاعته بدأت تقل، هوطي النار عليه، بيقعد من 5 ل6 دقايق على النار لحد ما يبقى معانا بالقوام ده. هنا بقى على باقي عصير البرتقال هضيف 4 بيضات، كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية وربع من السكر. وبالنسبة لعصير البرتقال بيبقى في حدود الكوباية لو حبيتوا ان انتوا تعيروها، لكن لو انتوا حجم البرتقانية بتاعتكم معقول خلاص، يعني مش لازم ان انتوا تعيروه، بيبقى كوباية لكوباية الا ربع. تمام معانا وهيبقى كويس جدا. هنا خلطت بقى الخليط بتاعي لحد ما اتأكدت ان السكر داب تماما معايا. هنا بقى كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، هضيف عليهم كيس بيكنج باودر، وده النوع اللي انا دايما بستخدمه، واتمنى برضو ان انتوا تستخدموه. نوع البيكنج باودر بيفرق كتير في لون وقوام الكيك، تبقى كيك ناعمة ولونها فاتح. هنا بقى هبدأ أضيف الدقيق مع البيكنج باودر على 3 مرات تقريبا مع الخليط. أول ما يختفي جزء كده هضيف الجزء اللي بعده من الدقيق، وهخلط كده بالراحة عشان ما طلعش الهواء اللي في الخليط بتاعي، وده بيكون قوام خليط الكيك. هنقلب برضو بالاسباتيولا عشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات معانا. هجيب بقى الصينية بتاعتي. انا جبت صينية مستطيلة، بتبقى اصغر مقاس في الطقم، يعني بتبقى مقاس كده صغير. لو في الصينية مدورة بستخدم مقاس 26. دهنتها بالزيت وبطنتها بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهضيف الخليط. قبل ما اضيف الخليط في الصينية بكون مشغلة الفرن، مشغلوش قبل كده، بشغله على درجة حرارة من 180 ل200 على حسب الفرن بتاعي حامي او هادي. وبعود خشبي كده همرره في الكيك من غير ملمس قاع الصينية بتاعتي، كده بالطول وبالعرض عشان اطلع فقاعات الهواء. بدخلها بقى الفرن في رف وسط، بتقعد من 40 ل45 دقيقة. بختبرها بعود خشبي في نص الكيك. اول ما يطلع معايا نضيف اعرف كده خلاص ان هي استوت. هطفي عليها واسيبها 5 دقايق في الفرن، وبعدين هفتح باب الفرن واسيبها 5 دقايق كمان، وابدا ان انا اخرجها. بتبقى الكيك سخنه معايا بس مش سخنه مولعه، والصوص بيبقى خلاص برد. طبعا هبدا ان انا اوزعه على وش الكيك واسيبها كده تتشربه من 3 ل4 ساعات لحد ما تبرد معايا، واقدر ان انا اقطعها في الوقت ده. طبعا من السخونية بتاعتها هتتشرب الصوص، وهيبقى كده الكيك وش الكيك بتاعتي عبارة عن طبقة مسكرة بتلمع. شكلها وطعمها بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا الكيك دي بكل تفاصيلها، متتجاهلوش ابدا خطوة الصوص، لانه بجد بيفرق كتير. بيدي زي ما قلتلكم طراوة لوش الكيك، وبيديها كده تسكيرة، وبيعزز طعم البرتقال في الكيك عامة. انا عن نفسي متخيلش كيك البرتقال من غير الصوص ده. وملحوظة كمان نسيت اقولها لكم، الكيك ده مش بنضيف عليه فانيليا،
بشر برتقان بيبقى بديل للفانيليا. لو حد حابب يضيف فانيليا زي ما تحبوا، بس انا عن نفسي ما بحبش تداخل الأطعمة الفانيليا مع البرتقان، بحبها كده تبقى برتقان في برتقان كلها. زي ما انتم شايفين الكيك جد طرية جدا ورطبة وهشة. خلط المكونات في الخلاط ادى الخليط هوا حلو قوي، وخلى الكيك مرتفعة وهشة ولونها فاتح زي ما انتم شايفين ورطبة، وطعمها بجد تحفة واحلى من شكلها بكتير. اتمنى ان انتم تجربوها بكل تفاصيلها. ولو حد عنده اي استفسار، لاني احيانا بقول التفصيلة من غير ما اقول السبب، وده بيبقى سبب ان انا مش عايزة اطول وقت الفيديو عليكم، فبقول الخطوة وخلاص. فلو حد حابب يستفسر اكتر ليه الخطوات دي بتعمل كده، او ليه الحاجة دي عملتها بالطريقة دي، ياريت يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها زي ما قلت لكم بكل تفاصيلها، وتقولوا لي رايكم برضو في الكومنتات. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوه لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.